هاي، لو انت بتحب الكتب فاحنا النهارده هنحكي لك عن كتاب بيعلمنا ازاي ندي لكل حاجة حجمها الحقيقي. بتحب تسمع افكار غريبة بس منطقية؟ ركز معايا. النهارده هكلمك عن كتاب فن اللامبالاة. كتاب بيقولك ببساطة: يا عم كفاية ضغط نفسي، مش لازم تهتم بكل حاجة. يعني مش لازم تبقى سوبرمان، وما تهتمش برأي كل الناس، ولا تكون إيجابي 24 ساعة. ده مش كسل، ده وعي. مارك بيبدأ بفكرة غريبة: stop trying too hard. يعني ما تحاولش تبقى الأفضل في كل حاجة، لأن المحاولة المستمرة دي ممكن تجيب لك اكتئاب. واحدة صاحبتي كل يوم بتصحى الساعة 5 الفجر، تتمرن وبتعمل مديتيشن وبتقرأ 3 كتب، وبالليل تقعد تعيط لأنها محققتش أهدافها. المشكلة مش في الشغل، المشكلة إنها بتحاول تبقى شخص غير واقعي. ركز على الحاجات اللي تستاهل تحاول فيها، مش كل حاجة في الدنيا تستاهل مجهودك. يعني بدل ما تقول ليه أنا مكتئب، أنا مشغل أغاني السعادة 24 ساعة، اسأل نفسك: هل أنا بتعامل مع اللي مضايقني فعلا، ولا بشرب عصير موز وبسكت دماغي؟ تخيل كده معايا واحد في الأسانسير واقف فيه، وكل اللي شاغل باله إن الشبكة راحت ومش عارف يبعت ميمز لصاحبه. في نفس الوقت واحد تاني قاعد بيحاول يلاقي شغل بقاله 3 شهور ومش لاقي. الاتنين عندهم مشكلة، بس فرق التفكير في حجم المشكلة ورد الفعل. يعني من الآخر، مش المهم حجم المشكلة، المهم انت شايفها ازاي وبتتعامل معاها ازاي. السعادة مشكلة، أيوة، مارك بيقول كده فعلا. السعادة مشكلة. ليه؟ لأننا بنقضي عمرنا كله بندور عليها كأنها جايزة، وننسى إن المعاناة جزء من الحياة. يعني مش كل يوم لازم تصحى مبسوط، أو إن يومك بدأ بنكد. عادي، إحنا بشر. الفرق الحقيقي تعرف تعاني ليه، تعرف الألم اللي عندك ناتج عن ايه. لو بتعاني علشان حاجة ليها معنى فانت ماشي صح. ومن الآخر، لو كنت فاكر ان هدفك في الحياة تبقى سعيد طول الوقت، فمع ألف سلامة على تفكيرك. أيوة، يعني ازاي تطبق؟ اختار الهم اللي ينفعك، مش أي هم والسلام. انت مش مميز، معلش، بس مارك بيقولك الحقيقة اللي محدش عايز يقولها: انت مش مميز زي ما انت فاكر. وصدقني، ده خبر مفرح. ليه؟ لأن لما تبطل تشوف نفسك مركز الكون، هتبدأ تشوف الناس بواقعية، وهتبطل تحس إن كل حاجة بتحصل حواليك مخصوصة ليك. يعني مثلا لما تشوف واحد عنده 18 سنة وعامل شركة ستارت اب وناجح ومتخرج من هارفارد، يا عم يمكن هو روبوت، يمكن عنده واسطة من المستقبل. ما تقارنش نفسك بحد. المعاناة اختيار. الحياة بتساوي مشاكل، بس انت اللي بتختار المشاكل دي. عايز تبقى رياضي؟ استحمل وجع التمرين. عايز تبقى ناجح؟ اتحمل قلة النوم والتعب. السؤال مش عايز تبقى ايه، السؤال مستعد تتعب عشان ايه. القيم الكويسة والقيم الوحشة. القيم هي اللي بتحكم حياتك. لو قيمتك انك تبقى مشهور، او ان الناس تحبك، فهتعيش متوتر دايما. لكن لو قيمتك انك تبقى صادق او تطور نفسك، هتعيش براحة نفسية. مثلا لو بتقيس نجاحك بعدد الفولورز، أي يوم هتخسر فيه متابع هتحس بالفشل. لكن لو بتقيسه بكم مرة ساعدت حد أو اتعلمت حاجة جديدة، كل يوم هتحس بالقيمة. المسؤولية بتساوي القوة. أوقات كتير بترمي اللوم على الظروف: أنا كده عشان أهلي، أو عشان شغلي، أو البلد. بس الحقيقة إنك دايما عندك اختيار. حتى لو مش ذنبك، حتى لو مش ذنبك، انت مسؤول. وده مش عبء، ده تحرر. تخيل انك ماشي في الشارع وفجأة واحد كب عليك قهوة وانت لابس ابيض. ذنبه؟ اه ذنب. بس لو قعدت تعيط بدل ما تغير هدومك وتروح مشوارك، يبقى ده قرارك.
الفشل طريقة تقدم. خلينا بسطها لك. كل مرة خفت تغلط عمرك ما هتبدأ. الفشل إشارة إنك بتتحرك وبتحاول. فاكر أول مرة عملت أكلة بنفسك؟ طب فاكر أول مرة دخلت الجيم؟ حتى مارك نفسه كتب مدونة محدش قراها في الأول. لأ، كلمة صغيرة بس قوية جدا. تخيل إن حياتك شبه شنطة السفر، وكل حاضر بتقولها لأي حد هي حاجة بتتزود جوه الشنطة دي. في الآخر هتلاقي نفسك بتجر شنطة تقيلة على الآخر، وتنسى تحط فيها أهم حاجة، نفسك. ليه لازم تقول لأ؟ عشان وقتك مش فندق 5 نجوم متاح لكل الناس، وعشان كل مرة بتقول لحاجة مش بتاعتك بتقول لأ لحاجة بتاعتك، لحاجة بتهمك. مثلا حد عايز يناقشك في قرار يخص حياتك. انت ليه مش عايز تتجوز لغاية دلوقتي؟ لأ، رد بكل هدوء. لأ، مش في خطتي. خطتي أوزع في قرارات حياتي كده والسلام. ممكن تقول دي حاجة تخصني، وهنا انت مش بترد بقلة ذوق. لأ، هنا معناها اني بحمي نفسي ووقتي وتركيزي، وبقول لنفسي انا استاهل وقتي. مارك في الفصل الأخير من كتابه بيختم بجملة واقعية جدا: وفي النهاية احنا كلنا هنموت. بس الهدف مش الإحباط، الهدف إنك تعيش حياتك وانت فاهم إن الوقت محدود. لما تتقبل فكرة الموت هتعرف تعيش بصدق، هتعرف تقول لأ، وهتعرف تهتم بالحاجات اللي تستحق منك وقت. وفي النهاية عايزة أقولك إن مارك مش بيقولك تكون بارد أو تكون سلبي، هو بيقولك اهتم بالحاجات اللي تستحق والباقي تجاهله. عيش الحياة بشكل أبسط وواقعي، واختار حروبك. اللامبالاة مش قسوة، دي وعي. لو عجبك الفيديو متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وتحطوا كومنت وتقولوا لنا عايزين نلخص ايه تاني.